خلال مسلسل يحمل عنوان Designated Survivor أو المسؤول الناجي. المسلسل الذي يتابعه الأمريكيون بشغف تعرض في حلقته الرابعة إلى الجزائر التي تظهر خريطتها واضحة في المقطع. وتبدأ القصة في الحلقة التي تحمل عنوان العدو عندما يطلق أحد الجنرالات المتهورين صاروخا نوويا على الجزائر، غير أنه يقتل على أحد الجماعات الإرهابية التي يقودها المدعو ماجد ناصر، وهو الملقب بالعدو في هذه الحلقة. بعدها يعين الرئيس الأمريكي توم كيكرمان الذي يجسد دوره الممثل الشهير كيفر ساندرلاند جنرالا جديدا للتحضير للحرب في الجزائر وغزوها بعد أن تناهى إلى علمه مقتل الجنرال. Yes, sir. It's been confirmed. That tragedy lands at my door. I'm sorry. Admiral Chernow, you are in command. I would like to proceed with the attack in Algeria as planned. Sir? Admiral, prepare us for war. وتوالت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل نشطاء جزائريين بين التحليلات الجدية والساخرة من المقطع الذي أفادت تقارير إعلامية أن حلقته الأولى حظيت بمتابعة 10 ملايين مشاهد، حيث علق أحدهم ساخرا أنه لا يمكن الرد على الأمريكيين إلا بفيلم آخر يصف لهم كيف ستدمر مدينة نيويورك وواشنطن، فيما اعتبر أحدهم أن هذه جرأة لها أهداف، مضيفا أنه إذا اقتضى الأمر فبذرة العرب بن مهيدي وحسيب بن بوعلي رحمهم الله ستنبت من جديد. وليست المرة الأولى التي تتعرض فيها هوليود لدول عربية على غرار العراق والسعودية والمغرب، غير أن ذكر الجزائر ووصفها بؤرة إرهاب في إنتاج سينمائي للمرة الأولى، وهو عكس الرئاسة الأمريكية التي تشيد بدور الجزائر في محاربة الإرهاب.